بقول لك يا حاجه، ما نفسكش تفرح بيا بقى ولا ايه؟ ده يوم الهنا والسعد يوم ما اشوفك عريس قد الدنيا يا اخويا. يعني نقول مبروك؟ مين؟ بنت سعيد جارنا؟ لا ندى. انت تاني؟ مش قلنا نسيبنا من النصيبه دي؟ يا بابا سيبها ازاي وانا بحبها؟ بس انا مش موافق على الجواز ده يا عمر. يا بابا ازاي؟ ما انت لسه قايل دلوقتي انك نفسك تفرح بيا. بقول لك ايه، انا مش عايز كلام في الموضوع ده دلوقتي، ده مكان اكل عيش لينا بيت يلمنا، اتفضل شوف شغلك. وبقول لك ايه، اعمل حسابك العمره اللي جوه دي مش هتروح الا ما تخلصها. اتفضل اتفضل بقول لك. انا مش عارف هو ليه واخد منها موقف، مع ان والله العظيم هو ما شافش منها حاجه عشان يكرهها الكوري ده كله. البنت زي الفل. ما اشغلش بالي يعني ايه؟ طب ما كنت جبت كنجارو من 20 سنه وربيته، وساعتها كنت هجوزه الكنجاريه اللي انا عايزها. يا بهيم افهم، انت لو عندك 100 سنه هفضل انا ابوك وانت ابني، سامع ولا لا؟ بص انا بتكلم في ايه وبرضه حضرتك بتتكلم في ايه؟ بابا ده مش موضوعي. يا عبيط افهم، انا مش برفض لمجرد الرفض ولا انا عايز اتحكم فيك. البنت اللي انت بتجري لي وراها دي اهلها ناس بيستغلوك. في حد يتشرط على حد عشان تخطب بنتهم لازم يكون عندك عربيه ملاكي؟ مع ان انا دافع على ابوها مرتين في الطلاق، كل ما يشوف وشك معلش اسمح معلش هتقلع حضرتك. انا شايف وعارف اكتر منك. محدش بيقدر يتحكم في نصيبه، وبعدين ما تاخدهاش بذنب اهلها، هي البنت كويسه بس تمام شكرا، هو ده اللي انا عايزه. على راي المثل، العم ما بينشراش لكن الخال بينشرى. هو انت فاكر لما بتتجوز بتاخد البنت لوحدها؟ ده انت بتاخدها هي واهلها. ندى غيرهم والله، انا عايزك تصدقني، انا عارفها كويس. ندى غيرهم؟ ما انا لو حاسس ان ندى غيرهم ما كنتش خدتها بذنب اهلها، وكنت انا اول واحد باركت الجوازه. بس انا شايف ان هي برضو بتستغلك زيهم. ده انا كل ما افتح الدولاب بتاعك الاقي فستان حريمي. ايه ده يا عمر؟ اصل جايبه يا بابا العيد ميلاد ندى. في حد بيتولد 9 مرات في السنه؟ انت مش بتفكر يالا؟ ده انا نازل اصلي الجمعه لقيت نفسي لابس جزمه حريمي بكعب. ايه ده يا عمر؟ جايبها لندى في عيد ميلادها يا بابا؟ هي في حد بيتولد كل شهر مرتين؟ الناس دي يا عمر هتفضل تاخد منك وبس. لا والمصيبه انك ممكن تتلام عشان ما عملتش اللي يرضيهم، ويطلعوا فيك القطط الفطسانه كمان. هو انت ليه دايما عايز تثبت انك انت الصح وانا اللي غلط؟ ليه دايما مش شايف ان انا عندي وجهه نظر ولازم تسمعها؟ مش يمكن اطلع صح؟ يعني انت عايز تروح للنار برجليك وانا اقف اتفرج عليك؟ انت سامع نفسك يا ابني؟ انا ما طلبتش منك غير انك انت تيجي معايا عشان نتقدم لها بس، شكرا. مش عايز مساعده منك غير وجودك. سيبني بقى انا اختار واتحمل نتيجه اختياري. ايه الصعب في كده؟ نتيجة اختيارك دي محدش بيشيلها غيري، عشان لا يمكن اكون شايف ابني في كارثه واقف اتفرج عليه يا عمر بيه، ولا وجود ابوك في حياتك بقى عباره عن صوره بتروح وتيجي بيها قدام الناس مش اكتر. انت برضه خليتها كارثه. انت كده دايما بتحب تكبر المواضيع. وانت فاكر عشان بقى معاك قرشين ممكن تستغنى عن اهلك؟ لا انا ما اقدرش استغنى عنك ولا عن اهلي، بس كل الموضوع ان انا اللي هتجوز مش انت. انت دورك بقى انك انت تقف معايا وتسندني. مش هسندك وبس، ولما اشوفك بتقع الحقك. مش يمكن الموضوع من وجهه نظرك انت بس؟ وانت مين قالك انك مش ممكن تندم على اختيارك ده؟ انت جايب الثقه دي منين؟ عشان بحبها. الحب مش كل حاجه في الجواز. وايه هيخليني اتجوز حد مش بحبه اصلا؟ اتجوز حد بتحبه ويصونك وما يستغلكش. يوه خلاص يا بابا ما تجيش معايا، انا هتصرف. خلي لي برضو المبينه شيك لي عليها عشان برضو نشوف. بابا حقك عليا، انت عارف ان انا اكيد ما اقصدش ازعلك، بس عارف برضو ان انا ما اقدرش اروح من غيرك. لا روح بقى مع حالك خلاص، ما انت مش عامل لي حساب. ولا اقول لك روح اجر لك اب خليه يخطب لك. بص لحمه بالله عليك، بس انا عايزك معايا. تعرف تثبت لي ان هي غير اهلها ومش بتستغلك؟ اثبتها ازاي يعني؟ تعرف تاخد منها حاجه من اللي انت جبتها لها قبل كده؟ حللي السر ده، حللي السر ده. اكيد لو قلت لها ان انا واقع في مشكله اكيد مش هتقول لي لا يعني. بالتوفيق. حللي السر ده يا احمد. ايه يا عموري، كلمتني قلت لي ان انت عايز تقابلني، جبت لي السلسله ما شاء الله اللي قلت لي عليها صح؟ انا بحبك قوي يا عموري. لا للاسف انا ده ما جبتهاش عشان بابا بس تعبان شويه. في ايه ماله؟ قلقتني. لا ما تقلقيش، هو بس الموضوع ممكن يدخل في عمليه، والمفروض ان انا الفتره الجايه ادخله مستشفى، بس الحال مش احسن حاجه يعني. طب انت مش محوش حاجه على جنب مثلا؟ لا منين، ما هو الفلوس كلها حطيتها في الشقه على يدك، وبعدين الحال مش احسن حاجه زي ما انت عارفه. طب انت هتعمل ايه كده؟ مش عارف والله يا ندى، بس انا فكرت في موضوع كده اهوت ممكن يحل الازمه دي، ان انا ابيع السلسله والخاتم اللي انا جبتهم لك الشهر اللي فات، ووعدي كده كده هرجعهم لك زي ما جبتهم يعني. لا مش هينفع. انت عارف يا عموري يعني ان دي اول هديه منك ليا، ما اكيد مش هفرط فيها يعني. وبعدين انت ايش عرفك انها لازم لها عمليه؟ ما يمكن يخف بالادويه وخلاص. لا هو الموضوع خلاص
اتحدد، مفيش اختيار تاني. حبيبي انت اكيد فاهم ان انا عايزه اساعدك. طب ما تشوف حد من صحابك ولا شوف عمك، هو فين من كل ده؟ هو اكيد مش هيسيب اخوه في موقف زي ده يعني. وبعدين انا مستغرباك قوي، هو انت سايب الحلول دي كلها وجاي لي انا احل لك مشكلتك؟ مش ناقص بقى غير لما نتجوز تقول لي انا واقع في مشكله نبيع عفش البيت. اتصرفي انت. وايه المشكله؟ انا دلوقتي بقول لك ان انا واقع في مشكله واخترتك انك انت تقفي جنبي، ايه علاقه كل الكلام دوت بموضوعي؟ عمر، المواقف والمشاكل هي اللي بتبين الناس، وانت مع اول مشكله عايز تبيعني حاجتي. عموما الف سلامه على ولدك، بس انا مش هبيع حاجتي، انا همشي عشان بابي بيتصل. يا حبيبي عربيه اخوك ابعتها بس، مالكش دعوه، ده مركزك. في رعايه الله، في رعايه الله، مع السلامه. ايه يا عمر، نكلمهم نحدد الميعاد؟ مالوش لزوم تعمل كده. لا ليه، ما نكلمهم لحد ما جاب طبعا عندك حق، تمام. انا بس مستغرب ازاي ما كنتش شايف كل ده. على رأي المثل يا ابني، مراية الحب عمياء، والحب يخليك تتوهم في اللي بتحبه وتشوفه أحسن واحد، لكن ساعة الأزمة وقت الشدة كل حي بيبان على حقيقته، وساعتها بس هتحس إن أنت بتشوف الشخص ده أكنك بتشوفه لأول مرة في حياتك. انا زعلان على العشم اللي اتعشمته في الشخص ده يا حاج والله. انا كان نفسي الاقي حد بحبه ويحبني بدون مصلحه، وانا ورب العزه كنت هديله الدنيا وما فيها. وانت عارف ابنك يا حاج برضه عمره ما كان بخيل، خاصه لو على حد بيحبه، بس مش عارف حظي ماله. اوعى تفكر ان اهلك مش هيسعدهم ان هم يشوفوك مع حد انت بتحبه ومبسوط معاه، بالعكس اهلك يالا هيفرحوا لفرحك ويزعلوا لزعلك، بس هي الفكره ان اهلك ممكن يشوفوا اللي انت مش قادر تشوفه. عايزك تفهم حاجه يا عمر، محدش هيحبك في الدنيا زي ما اهلك بيحبوك. انا اسف يا بابا، انا كنت غلطان ان انا ما سمعتش كلامك. لا اسف ايه، ده العربيه عايزه زيت بريبوكس وزيت موتور وقطيل فرامل. قول لي يا عمر، عرفت تاخد الفلوس من البت اللي قلبتك دي؟ عيب عليك. لا عيب عليك، انت بتشتغلني. لا والله ما تخافش. بتقول كده عشان بس انت. عيب عليك والله، ابنك يقدر ياخد حقه من بوق الاسد. طب وريهم لي. انت مش واثق فيا ولا ايه؟ مش واثق، لا وريهم لي. لا انت كده ما تعرفش ابنك، خلي بالك. قلبتك. ايه ده، كنت واخد منها الفلوس دي كلها؟ ده انت هافق على كده. انت قاعد ليه؟ ايه ده، في ايه النقله دي؟ انت كنت طيب دلوقتي. انت قاعد ليه؟ هو ايه اللي قاعد ليه قاعد معاك؟ جاي امبارح متاخر والنهارده واخد لي اجازه. ايوه ما انا كنت في ازمه. وقايل لك في عمره ما حدش هيشتغلها غيرك، وما فيش مروح لغايه ما تخلص. اتفضل يا بيه شوف شغلك. ما بتحلش انت. اتفضل يا بيه. يلا عصام شد شويه. تعالى نفس.